السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. قبل أي شيء أنا بشكر حضراتكم جدا على التعليقات الجميلة اللي جات لي وعلى الاشتراكات الكتيرة اللي جات لي الفترة اللي فاتت دي. شكرا جدا ليكم، أنا بجد فرحانة، مش عشان الاشتراكات، أنا فرحانة إن في ناس فعلا بتهتم بالمحتوى ده، لان القابض على دينه الفتره دي كالقابض على الجمر، فمعنى ان في ناس بتهتم انها تعرف امور دينها، فالحمد لله احنا لسه بخير. نرجع لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا جماعه، احنا طبعا الحمد لله بدأنا نواظب على الصلاه على النبي. في حاجات كتير بتحصل لما بنداوم على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، محدش بيعرف يفسرها غير انها مفاجآت من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا هتلاقي قفلة كانت عندك مقفولة اتحلت، باب كان مقفول اتفتح، رزق جالك من غير ما تفكر حتى فيه، تحس ان قلبك مرتاح فجأة انت مش فاهم ليه او ازاي. انا والله ما ببالغ، بس اللي بيجرب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل فعلا للمرحلة دي، لانها فيها كرم من ربنا سبحانه وتعالى. حاجات كده بتحصل مش لانك دعيت بيها، لا، لانك كنت قاعد بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا بيكرمك كأنك ادعيت بالظبط واكتر كمان. مرة واحدة كده هتلاقي حد بيكلمك بخبر يفرح قلبك، مرة واحدة تلاقي فلوس كانت واقفة واتفكت، مرة واحدة تلاقي قلبك كان مهموم وصحيت لقيت نفسك تاني يوم قلبك مليان سرور وفرح. عارف ليه؟ لأنك قربت من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني اللي بيصلي عليه كتير هو أقرب واحد ليه. ومين يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وما يتفتحلوش أبواب الرحمة؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في واحدة كانت بتحكي بتقول أنا كنت بصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 1000 مرة. قالت أنا ما كنتش بدعي بحاجة إلا لو كانت بتستجاب، أنا بس كنت عايزة في الفترة دي، بتقول أنا كنت بدعي وبقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا رب قلبي بس يرتاح. بتقول فجأة بقيت مرتاحة من غير سبب. في حد تاني بيقول أنا كنت بصلي على النبي وأنا بدور على شغل، وقدمت في أماكن كتير جدا، وأحسن مكان هما اللي اتصلوا بيه وقالوا لي احنا قبلناك تعالى. دي مش صدفة يا جماعة، دي بركة الصلاة على النبي. كل صلاة بتصليها بتتحسب لك عند ربنا. كل مرة بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في ملك بيرد عليك، وربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك 10 مرات. يعني انت ابتدي وربنا هيرد عليك أضعاف مضاعفة، مش بس عشان دعاء مستجاب، دي حياة بتتغير. أنا بقولك على حاجة، مفيش حد داوم على الصلاة علينا على النبي عليه الصلاة والسلام وفضل حاله زي ما هو. والله العظيم في حاجات كده بتبدأ تتحرك حواليك، قلوب الناس بتبدأ تتغير، فرص بتبدأ تظهر، رزق بيتفتح سبحان الله، تعب بيخف، كل مشكلة بتتحل بعد الصلاة على النبي. ما تستعجلش النتيجة، بس صدقني المفاجآت جاية بإذن الله. بس انت خليك مستمر حتى لو مش شايف التغيير دلوقتي، لان التغيير بيبدأ من جوه الاول، من قلبك، وبعدين تلاقيه طالع في حياتك كلها. فكر كويس، الصلاة على النبي مش بس عبادة، ده مفتاح وسكينة وشفاعة وكنز حقيقي.